عندنا هنا طبعا تكييفات الكونسيل ده يا جماعه. هنا الفيلا فيها 5 تكييفات كونسيل. تكييفات الكونسيل لها برضو اسس معينه ولها شغل معين. كل تفصيله في شغلنا ما بتجيش كده من الهوا. لازم تبقى عارف ابعادك ايه وشغلك ايه وبدايتك فين ونهايتك فين عشان تعرف تطلع شغل محترم. تمام. عندنا هنا تكييف الكونسيل زي ما انتم شايفين. اول حاجه ان هو سنتر الباكيه بتاعتي. تاني حاجه انا بنزل بالسقوط حوالي 40 سم. 40 سم دول ما ينفعش اخلي الكونسيل ده في النص، لان انا عايز الدروب بتاعي يبتدي من اول الحيطه، يبتدي من اول الفراغ وينتهي بعد مثلا 120 سم مثلا. فلازم ابقى انا محترم ان هو في السنتر، مأكسه في النص، عارف ان هو جاي من ورا 120 سم بس. تمام. دي اول نقطه. وتاني نقطه، ثالث نقطه عندنا هنا التأسيس بيتأسس بفريون عادي خالص. زي ما انتم شايفين اهو. ده تأسيس الفريون بتاع التكييفات اللي هي الحائطيه. تمام. بتأسس بالفريون بتاعه. ابو احمد بنأسس تكييف الكونسيل. بنفس التأسيس بتاعنا العادي خالص، وبيروح على الضغط وبيطلع يروح على الكباس فوق. تمام. عشان الناس اللي بتسأل على الموضوع ده. عندنا بقى الصرف. زي ما انت شايف كده الصرف، دايما اي صرف اي فانا، انا بالنسبه لي اللي انتوا شايفينه ده زي الفانا الحائطيه بالظبط. يعني انا دلوقتي واقف اهو اكنك شايف الفانا قدامك بالظبط. كده اي فانا في الدنيا الصرف بتاعها على اليمين. هنا في الكونسيل زي ما انتوا شايفينه موجود هنا على اليمين بعد 25 سم بالظبط. ببتدي ان انا اخرج بالصرف بتاعي. كل ده متغطي معايا، انا كده نازل دروب، كل ده متغطي معايا. بمشي بالصرف بتاعي واصرفه فوق وانزل امشي على الحيطه واروح اقرب نقطه. تمام. او اقرب بيبه. طيب احنا بالنسبه لنا دلوقتي المنطقه دي فيها شغل. المنطقه دي كده فيها شغل الفريون وفيها شغل الصرف. ولو قفلت عليه خالص هحتاج ان انا اعمل صيانه. فبنحل الموضوع ده ازاي؟ بنعمل باب كشف. تمام. 60 في 60 مثلا. تمام. بنحطه هنا عند منطقه الشغل بالظبط، من بدايه الكونسيل كده او من قبل الكونسيل ب 10 سم لحد بعدين مثلا ب 60 سم. وبنعمل باب كشف يتفتح في الجبسون بورد ويتقفل عشان اصين براحتي. تمام يا باشمهندسين. طيب ركبته في المكان المناسب، عملت له المنسوب بتاعه المناسب، شغلت معايا الفريون، شغلت معايا الصرف، بوصل ليه خرطوم كهرباء احتياطي. تمام. خرطوم الكهرباء ده جايب من الفانه دي لحد الكمبروسر فوق. خلاص انا كده بالنسبه لي الكونسيل بتاعي خلص. وكل ما قدرت ان انا اشحطه في السقف كان احسن، بس بنسيب برده 5 سم تهويه. تمام. عشان الناس تقول لك انا ممكن اخليه، هي الفانه 30 سم او 35 ممكن ارفعه شويه. لا، ما احنا بنسيب تهويه فوق برده عشان التكييف ما يبقاش مكتوب. طيب ركبناه في مرحله تاسيس. لازم الفه بستريتش زي ما انتم شايفين كده. يتلف بستريتش عشان الفانه دي ما يدخلهاش تراب. تمام. لو دخلها تراب العميل بيجي في الاخر وهو بيستلم، باشمهندس ابراهيم بيجي في الاخر وهو بيستلم، اول ما بيشغل التكييف ده بيفضل معاه حوالي 2-3 سنين في تراب وفي روائح بقى وفي قصه، ممكن يخش فيه فار ويموت جوه عادي. تمام. فانا بالنسبه لي الشغل لازم يبقى ليه اهتمام بالتفاصيل بتاعته. اغلفه كويس عشان احافظ عليه، عشان دي امانه واحنا المفروض ان شاء الله باذن الله قدها. تمام. ده كده بالنسبه لي تكييف الكونسيل ده خلص. بنزله بمشيه معايا طبعا لحد هناك، وبحترم وهو ماشي في الارض المنسوب بتاعي.